معانا النهارده شقه من قدام الاهرامات. ايه ده يا ابني يا ابني يا ابني؟ ينفع كده؟ بقالك 4 ساعات عمال تصور فيه وجاي اشرح الشقه رايح تصوره وسايبني؟ تعالى طيب، عايز احكي. معانا شقه قدام فيو الاهرامات مباشر، العميل قاعد بره مصر، احمد صديق واخ. تعالى نبدا نتكلم سريعا. اول حاجه حابب ابدا بيها الفيو والقطاع الحقيقه يعني. انا اول ما جيت الشقه كان في هنا كتف مباني قد كده وكتف مباني قد كده، وكان عندي باب حوالي متر 20 متر 30. فاتكلمت مع احمد قلت له احنا كده كده جوه، مش مخالف، مش حاجه على الواجهه. تعالى نفتح الفيو بالكامل قدام المنظر الجميل الحضاري. اول مشكله قابلتني طبعا ان انا لازم اعمل عندي سبان كبير جدا، وما كانش في عندي هنا كاميرا، فعملنا طبعا كاميرا حديد قعدناها على العمود هنا وعلى العمود هنا عشان خاطر السبان بتاعي كبير. تاني حاجه ان انا مش محتاج ضلف كتير تكون موجوده عشان يديني قطاعات كتير تحجب الرؤيه عن الفيو. خلينا نقفل كده علشان خاطر الصوت يبقى احسن، فرق كبير طبعا. انا مش هبدا من الباب الشقه، خلينا نبدا من عند الفيو. انا عندي هنا منطقه الريسبشن، عندي هنا قعدات كنبتين وكرسيين، عندي هنا منطقه التي في بمكتبه خاصه بيها بوحدات تخزين جانبيه، عندي تاني زون منطقه السفره، عندي هنا منطقه السفره موجوده تحت المربع اللي موجود هنا. خدت بالك هتلاقينا في الديزاين طبعا ما كانش فيه 3 دي ديزاين، احنا اشتغلنا مع التيم بالكامل ان انا عندي وحدتين بروفايل ليد جايين عاملين فاصل. احنا قاصدين بالوحدتين دول علشان خاطر اعمل اضاءه في الجزء الكبير اللي هنا، واعمل فصل بصري ما بين تقسيمه اللايتنج والسقف في الزون اللي هنا وما بين الزون بتاع الممر. عندي هنا وحده كونسول طبعا، ببص على الاوتفيت بتاعي، مرايه بالكامل فيها اضاءه موجوده. طبعا احنا استخدمنا يعني نص دايره كانها الشمس والحاجات الجميله اللي بتعبر عن اللوكيشن. وعندي برضو وحدات تخزين اقدر احط فيها المفاتيح. لو بصيت هنا معايا هتلاقي ان احنا عشان ما نبهدلش الدنيا هنا استخدمنا علبه للكهرباء، بقدر احط فيها الكهرباء واحط فيها مفتاح الاضاءه عشان لو عايز اشحن موبايلي، علشان احافظ على التصميم نفسه ما بوظش الشكل بالوحدات بتاعه الكهرباء. بدخل الشقه من هنا، اول حاجه بتقابلني حمام الضيوف، عندي حوض ديكوري وعندي قاعده. طبعا اتكلمنا مع الكلاينت ان يبقى في شفاط سقف، بس هو ما كانش محبذ الموضوع، كان حابب شفاط شباك. ما بنحبش قوي موضوع الشاورز جوه حمام الضيوف، بس هو طبعا لظروف ما قال لي لا خليك برضو مأسسوا لي حاجه خفيفه كده وبسيطه. طبعا مهم جدا ان انت تحترم احتياجات العميل وان انت تقول له رايك، وفي نفس الوقت هو اللي عايش في البيت. لو بصيت هنا معايا ممكن تقول الطرقه فين؟ الطرقه بتاعت البرايفت زون. لو انا دخلت من هنا عندي باب ديكوري، نفس العنصر ونفس الاليمنتس اللي احنا شغالين بيها هنا في الوحده، او الجمله التصميميه اللي احنا شغالين بيها من وول بيبر وما بين خشاب وما بين بي في سي عاكس. عملنا هنا باب مخفي، باب هيدن، عباره عن لوحه ديكوريه جميله، لكن لو انا فتحت الباب دوت بدخل على البرايفت زون. اول حاجه بتقابلني المطبخ. المطبخ مساحته مش كبيره قوي لكن قدرنا نوفر فيه كل حاجه. عندي هنا غساله الملابس، وعندي هنا الحوض السمارت، عندي هنا غساله اطباق، بس العميل قال لي انا مش عاجبها دلوقتي، فعملنا له علبه بوحده تخزين، في اي وقت يجيب الغساله نقدر نشيل الوحده ديت ويحط غساله الاطباق الخاصه بيه، متاسس لها طبعا في الظهر. عندي وحده ادراج، عندي هنا البوتاجاز بالكامل هيكون موجود، وفي هنا انبوبه لحد ما الغاز يدخل. عندي هنا منطقه الميكروويف، طبعا الاجهزه العميل لسه ما جابهاش. عندي طبعا وحدات تخزين سفليه، عندي هنا المكان بتاع الثلاجه، عندي هنا زياته موجوده، وعندي هنا مكان اقدر اعلق فيه ايه المقشات وحاجات المنظفات الخاصه بيا. الغرفه بتقابلني في الطرقه بتاعتي هو الليفينج. الحقيقه العميل هنا برضو قال لك انا الاوضه ديت مالتي فانكشن، يعني انا مش عارف اعملها ليفينج، مش عارف اعملها سرير، فعملنا لها كذا فرش، وبناء عليه ان هو تقدر تشتغل كذا حاجه اسسنا الكهرباء واسسنا المفاتيح الخاصه بيها. لو بصيت هتلاقي تقدر تشتغل غرفه نوم سريرين سواء في الدايركشن ده او في الدايركشن ده او حتى في الاتجاه الثاني، وفي نفس الوقت لو ليفينج هقدر استفيد بيها واستغلها زي ما انا عايز. عندي هنا مكتبه التلفزيون موجوده هنا، وده رف كده نقدر نحط عليه اكسسوارات ويحمي الشاشه او الكهرباء من التكييف لا قدر الله لو حصل اي مشكله. عندي هنا الطرقه طبعا طويله جدا، فاستخدمنا خط لينير مع سبوتات مع هيدن لايت. عندي هنا الحمام الخاص بالطرقه، معانا وحده حوض تصنيع من رخام بياترا ايراني، وعندي هنا وحده تخزين سفليه، طبعا كل حاجه هنا سوفت كلوز. عندي وحده الشاور ما شاء الله مساحتها كبيره،
كان في الاول متاسس ان في هنا بانل عاديه، بس احنا طبعا يعني كسرنا وعدلنا عشان ندي احساس بالحمام فندقي اكتر، فاستخدمنا ريني شاور من الحائط طبعا، وعندي قنطره وسماعه، وهنا في جروفز برضو عملناها علشان اقدر احط فيها الشامبوهات وخلافه. عندي هنا منطقه القعده، طبعا من الاول كانت القعده متاسسه عادي مش دفن، ولكن احنا جبنا موديل برضو شكله شيك علشان يدي تكامل بالاحساس في التشطيب الفندقي والركن. عندي بعد كده غرفه نوم للوالدين. عملنا هنا طبعا تجليده بسيطه، هيد بورد ورا السرير. طبعا عندي هنا منطقه الدولاب، ونفس الكلام زي الغرفه اللي فاتت، عندي هنا وحده التلفزيون، وده رف برضه حمايه. نخش على غرفه النوم الماستر. طبعا غرفه نوم ماستر هي بقى اللي بتبص على الفيو، حاجه ملوكي. عندي هنا الهيد بورد بتاعت السرير، كنا طبعا قاصدين ان احنا نستخدم باترن بتدي احساس بالفخامه، وفي نفس الوقت يبقى فيها خطوط ليها علاقه باللوكيشن والمكان. عندي هنا PVC عاكس يمين وشمال للكومودينو، وعندي هنا منطقه الدولاب بالكامل هتكون موجوده في الزون دوت. عندي هنا وحده تلفزيون امام الشاشه، وعندي هنا وحده تخزين، وعندي PVC اسود عشان التكوين نفسه يكون متكامل ما بين المنطقه هنا وما بين هنا. طبعا عندي هنا الشباك، كان حلمنا ان احنا نكبر الشباك ده على قد ما نقدر، ولكن طبعا دوت على الواجهه، فكان مخالف قانونيا ان احنا نعمل كده. هستنى رايكم في الشقه، واستنى رايكم في اللوكيشن.